السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في مدونة حسن رضوان التعليمية. النهاردة إن شاء الله هناخد الدرس العاشر في الوورد، وهو إدخال البيانات إلى المستند وإضافة الرموز أو العلامات الخاصة إلى مستند الوورد. من الطبيعي والافتراضي أن يظهر مؤشر الكتابات في بداية السطر الأول عند فتح مستند الوورد، وبعد ذلك يمكن وضع المؤشر في المكان الذي نريده عن طريق وضع المؤشر والضغط بزر الماوس الأيسر كما نلاحظ. كما يمكن أيضا الانتقال بالمؤشر عن طريق لوحة المفاتيح بالأسهم إلى الأعلى أو إلى الأسفل أو إلى اليمين أو إلى اليسار. كما يمكن استخدام مفتاح بيج أب للانتقال فقرة إلى الأعلى، ومفتاح بيج داون من على لوحة المفاتيح للانتقال إلى الأسفل فقرة إلى الأسفل، وهكذا. كما نلاحظ أن الكتابات يمكن وضع المؤشر في أي موضع والبدء بالكتابة. نجد أن المؤشر أو الكتابات تأخذ تنسيق الموجود به الكتابات، ويتم الكتابة في السطر حتى ينتهي الهوامش الافتراضية لهذا السطر أو لهذا المستند. يتم البدء بسطر جديد. ونلاحظ أيضا أنه لتحريك هذا السطر للأسفل، سطر للأسفل، هذه الكتابات سطر للأسفل، نضغط انتر نضع المؤشر في بداية هذا السطر، ثم نضغط انتر من لوحة المفاتيح. كما نلاحظ أنه يتم النزول بهذا السطر لأسفل، وكل السطور وكل الكتابات التي توجد أسفل هذا السطر. وللصعود به سطر إلى أعلى نضغط على مفتاح باك سبيس من لوحة المفاتيح ليتم الصعود به إلى أعلى. ولبداية سطر جديد في الكتابات نضع المؤشر في نهاية هذه الكتابات ثم نضغط انتر، لنجد أن المؤشر يهبط سطرا، بداية سطر جديد، ويتم إزاحة الكتابات إلى الأسفل سطر لكي تحل محلها الكتابات الجديدة. كما نلاحظ أن مفتاح باك سبيس يعود بالمؤشر إلى الموضع الذي كان عليه. كما يجدر بالذكر هنا أن نذكر أن مفتاح باك سبيس من لوحة المفاتيح يقوم بمسح الكتابات على يمين المؤشر. كما نلاحظ نضغط كنترول زد للتراجع عن هذا العمل. كما نلاحظ أن المفتاح ديليت من لوحة المفاتيح يقوم بحذف الكتابات على يسار المؤشر كما نلاحظ. ويمكن التراجع عن هذا العمل بالضغط على مفتاح التراجع. ويمكن أيضا أن نختار عدد مرات التراجع عن طريق السهم بجوار هذا المفتاح لنختار عدد مرات التراجع، وهكذا.
ويتم أيضا إدراج الرموز إلى المستند عن طريق الضغط على شريط القوائم إدراج، ونختار رمز، إدراج رمز، ليتم فتح مربع الحوار رمز، حيث يعرض العديد من الرموز، ويمكن الاختيار عن طريق هذه الأسهم، الاختيار من هذه الرموز. كما يمكن أيضا اختيار نوع الخط الذي تكتب به هذه الرموز، حيث يتم تغيير شكل هذه الرموز بتغيير نوع الخط كما نلاحظ، حيث يتم، ثم نضغط لاختيار الرمز، ثم نضغط على إدراج ليتم إدراج الرمز بالفعل، ثم نضغط إغلاق هذا المربع الحواري. كما يمكن التعامل مع هذا الرمز بالتغييرات المختلفة، نجري التغييرات المختلفة عليه بتظليله، ثم اختيار تكبير هذا الرمز إلى 20 درجة مثلا، وتغيير لونه عن طريق مفتاح تغيير اللون هذا إلى اللون القرنفلي مثلا، واختيار أن يكون هذا الرمز أسود عريض عن طريق الرمز المفتاح بولد. كما يمكن أيضا أن ندرج إلى المستند العديد من الرموز والأحرف الخاصة. نلاحظ الأحرف الخاصة هذه، نجد بجوار الحرف الخاص اختصار إدراجه من لوحة المفاتيح، حيث نلاحظ مثلا هذا الرمز وهو حق النشر، نجد أنه يمكن إدراجه من لوحة المفاتيح بالضغط على Alt و Ctrl و C، ويمكن إدراجه أيضا من مربع الحواري هذا إدراج. كما يمكن أيضا إدراج العلامات المسجلة بالضغط على Alt و Ctrl و R، وهكذا. وكما لاحظنا أنه يمكن إدراج العديد من الرموز والأحرف الخاصة للمستند لاستخدامها في العديد من المهام. كما يمكن أيضا تغيير وضع الكتابات بألوان مختلفة وبأشكال مختلفة. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.